احلى طريقه سردين على طريقه الشيف محمد حامد. حاجه كده سهله وسريعه وزي ما احنا متعودين اقتصاديه، وطبعا فوائدها كتير جدا. اول حاجه هنا عندي بصلتين وسط كبار، بقطعهم حلقات زي ما انتوا شايفين كده، وبكون محضره برضو حوالي 2 أو 3 من الطماطم، برضو بقطعهم حلقات. عندي فلفل رومي وفلفل اخضر حامي طبعا حسب الرغبه، بقطع كله كده حلقات وترنشات صغيره. وطبعا السمك اول حاجه بكون غسلاه ومنضفاه كويس من قلبه، تمام، وبسيبه ينشف خالص ما يكونش فيه ولا نقطه ميه. وطبعا السمك السردين زي ما احنا عارفين بنعامله كده بالراحه عشان هو طري جدا، فناخد بالنا واحنا بننضفه. انا هنا حطيت رشه كزبره على البصل والطماطم والفلفل، رشه كزبره كده يعني حوالي عودين 3. هنا عندي بقى الخلطه: توم مفروم، فلفل احمر، كزبره، كمون، نص معلقه صغيره من كل حاجه. هنا كزبره مفرومه مع طماطمايه متقطعه، زيت زيتون، حبه ملح، وبقلب بقى المكونات دي كده كويس مع بعض. وده عندي سمك السردين بعد ما نضفته طبعا بشيل الشوكه اللي في النص خالص، فخدوا بالكم برضو يعني بنعمله كويس خالص هو طري. جبت هنا التتبيله اللي انا عملتها معاكم وتبلت بيه السمك كله زي ما انتوا شايفين ورصيته، وجبت هنا بقيه التتبيله اللي انا عملتها في الاول وحطيتها على الوش كده مع رشه من زيت الزيتون، وبدخلها الفرن درجه حراره 220 بالظبط تلت ساعه، تطلع بالشكل القمر ده معاها حبه رز ابيض زي ما انتوا شايفين.